السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اجمعين. عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير. وبشكر اي حد كلمنا على التيك توك على الخاص او على الواتس او على الفيس ماسنجر، على اي حاجة. بشكركم اي حد اتصل بيا، اي حد طلع لي لحد شقتي فوق، بشكركم على راسي على راسي. الناس اللي جت من على التيك توك دخلت لي على اليوتيوب بتقولي ما بتفتحيش على التيك توك ليه او اليوتيوب، كتر خيركم وعلى راسي من فوق. والحمد لله انا كويسة والله العظيم، وانا معايا فيديوهات كتير معايا مسجلة، يعني متصورة، بس كانت عايزة تتمنتج وتتسجل. بس طبعا انتوا عارفين يعني الشهر اللي الحاج قعدوا في المستشفى وكده، او شهر وزيادة دون، ما كانش فيه نفس او ما كانش فيه وقت، فهو ده اللي كان معطلني. وجي طبعا فراقه طبعا يعني دون نزل عليا الغم والهم زيادة، مش عشان حاجة، هو في مكان احسن انا عارفة ومكان افضل، بس الفراق هو اللي صعب. فراقه صعب اوي عليا، فراقه صعب يعني عليا. كان هو من ما كانش محسسني بفراق جوزي، كان بيطمن عليا انا وعيالي، كان يعني الحمد لله. بص انا متماسكه، مش عايزه اعيط، مش عايزه اي حاجه، عشان انتوا مش ذنبكم حاجه ان انتوا تشوفوني يعني وانا بعيط، او تسمعوني وانا بعيط، او انكد عليكم او حاجه، بس لا خالص. وانا قاعده دلوقتي كده قلت ان انا انزل، يعني منتج فيديو من الفيديوهات وانزله. ده كان فيديو قديم خالص، يعني كان كمان قبل ما الحاج كمان يخش الرعايه. كنت في اليوم دوت كده عامله بقى محشي، ومسكت السجاد دون كده غسلته، وغسلت بقى الستاير، وعملت شويه حاجات كده، وعملت محشي وعملت ممبار زي ما انتوا هتشوفوا بقى في الفيديو ده كده احنا هنتكلم فيه. وانتوا طبعا راجعوا الفيديو كده هتنشطي ومعملوا كله في يوم واحد. يعني في اليوم ده غسلت على الغسالة العادية، وعملت محشي، وغسلت الستاير، يعني غيرت شوية حاجات كده، وشلت الملايات. يعني انتوا هتشوفوا ايه، هتشوفوا معايا في الفيديو. وفطرنا برضو، عملت فطار انا والولاد الاول، فطرنا وعملنا بيض وبطيخ كده وجبنه، ورحنا فطرنا. وعملت بقى محشي ورق عنب زي ما انتوا شايفين كده. ماشي، راجعوا بقى الفيديو كده، يعني الفيديو هيعجبكم ويديكم حماس ويديكم يعني ايه بقى طاقه كده. يا رب يعود عليكم الايام بخير، ويعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب، ويتقبل منا صيامنا وصلواتنا ودعائنا. وارجوكم استحفتكم بالله. الفيديو ده انا عاملاه عشان كل واحد او كل حد يتفرج على الفيديو يترحم على الحاج بالسلامه، يعني يترحم عليه. بصوا يعني انا معلش بقى انا بتلخبط في الكلام، يعني انا برضو لسه في وعي ان ابويا في المستشفى وهيخرج بسلامه. فانتوا ادعوا له كده ان ربنا ينور قبره ويثبت لسانه ساعه سؤاله، ويجعل قبره روضه من رياض الجنه. ادعوا له بالله عليكم كده. فطبعا يعني سامحوني بقى في اللخبطه والتوهان اللي انا فيه، معلش سامحوني. وانا عارفه ان يعني الاضاءه مش اللي هي قوي او الصوره، بس عشان اللينج زي ما انتوا عارفين مكسور، ما فيش لينج، فبسند التليفون كده على اي ستاند اي حاجه وبصور يعني بيه. كان حمزه بقى مغلبني هنا خالص يا جماعه، عشان محدش يقول هي عامله الفيديو بعد ما ابوها مات. قسما بالله قسما بالله قسما بالله الفيديو دوت معايا من قبل اصلا كمان ما ابويا يتعب، يعني من قبل ابويا ما يخش الرعايه. الفيديو دوت يعتبر كده من بعد العيد على طول، بعد العيد الصغير كده على طول. ماشي، عشان بس مش عايزه اي كلام، مش عايزه اي حاجه، مش عايزه اي كومنتات، مش عايزه بالله عليكم استحلفتكم بالله، عشان انا مش ناقصه، انا مش حمل اي حاجه. ربنا اللي يعلم الضغط والسكر عامل فيا ايه. فادعولي لربنا كده يقويني عشان خاطر عيالي الخمسه دولا، وعشان يعني هي يعني كل الناس بيقولوا لي خلاص هو عرف مكانه، فانت فوقي لعيالك، عشان عيالك دولت محدش هينفعهم، يعني محدش هينفعهم خالص. كنت شايله بقى حمزه هنا بقول له يعمل لكم بقى لايك، ومسكت كده الشباك بالبلور كده، هعمله بقى بالبلور، عشان بجد الشباك الالمونتان ده في تنظيفه يعني هو جميل وكل حاجه والنظافه وكل حاجه، بس بيغلب بقى على الفرنت اللي هي الحروف اللي هي المجرى اللي بيجري فيها الشباك دي. هي بقى الحته دي انا ما ببقى مكرهه بقى الحته اللي فيها التراب دي، ما بحبش بصراحه التراب في الحته دي كده، فبعمله بقى باللور كده، وبجيب حته مبلوله، او جبت بقى الخرطوم هنا كده يوميها، وهعمله هعمله بالخرطوم زي ما انتوا هتشوفوا معايا في الفيديو كده. يا رب الفيديو يعجبكم وينور رضاكم يا جماعه. شجعوني عشان القناه تكبر، لان بجد انا اهملت فيها قوي.
يعني انا اهملت في القناه بشويه عشان شويه ظروف وشويه حاجات كده. بس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هرجع باذن الله اشتغل عليها زي الاول، وهرجع فوق لها باذن الله زي الاول، لاني انا بحسكم انتوا اهلي. يعني انا بحسكم انتوا اهلي، وانتوا كل حاجه بجد. يعني الفتره اللي بقعد فيها ما نزلش فيديوهات او اصور او حاجه ببقى متضايقه، بس والله العظيم بيبقى غصب عني وكده. فان شاء الله خير باذن الله، وان شاء الله اللي جاي احسن واحسن. واستحلفتكم بالله ادعوا لي بالصبر، ادعوا لي بالصبر. ربنا ينزل على قلبي الصبر، ربنا ينزل على قلبي الصبر وينور قبره ويجعل قبره روضة من رياض الجنة. هو الحمد لله الحمد لله والدي رايح نضيف، رايح الحمد لله، يعني رايح زي الوردة المفتحة زي البدر كده زي ما بيقولوا. الحمد لله بفضل الله. انا راضيه، انا راضيه والحمد لله، وبيجيلي كل يوم الحمد لله. انا راضيه يعني بالحاله اللي والدي راح بيها، لان هو كان ما شاء الله عليه، كان يعني مفيش داعي للكلام. اكيد كل اللي عارفه او عاشره عارفه هو ايه وهو كان على ايه. فالحمد لله انا راضيه ان حب الناس ليه، راضيه بحب ربنا ليه، راضيه برضا ربنا عليه، راضيه ان هو اتحمل حاجات ما كانش حد يتحملها. فده كله الحمد لله اتحط له في ميزان حسناته. الف حمد ليك، شكر يا رب، الحمد لله. فانا عايزاكم بقى تشجعوني وتدعوا لي بالصبر، وتدعوا لي كده بالصبر كده وبالهدى، وان ربنا يثبتني كده وينزل في قلبي الصبر ويقدرني على فراقه، على اللي انا مش هسمع صوته تاني، على اللي انا هروح البيت مش هلاقيه تاني، على اللي كان بيرن عليا يوم العيد الصبح يعيد عليا، اللي بيرن عليا قبل رمضان بيوم هاتي العيال وتعالي افطري معانا. لما كنت اتعب بالليل كان يرن عليا، كان يرن عليا العيال فين. فده كله انا اتقطعت منه واتحرمت منه. فانا عايزاكم تدعولي ان ربنا ينزل على قلبي الصبر والسلوان ويرحمه ويغفر له ويسامحه ويصبرني على فراقه. وبالله عليكم ادعوا له وقفوا بقى جنبي، دعموني بقى، وقفوا جنبي. وانا برضو مش كسوف او عيب او غلط او حاجة. انا عايزة برضو اي قناة كبيرة تدعم لي القناة بتاعتي. بصوا كان تحت عينيا بايظ خالص من السهر ومن التعب ومن الارهاق. كان يعني كنت طالعة بقى من شهر رمضان بقى سهر و... وقرآن وصلاة وده. فالحمد لله يعني كان عبال ما خرجنا بقى قلنا خلاص هنأقلم بقى نفسنا عشان الامتحانات وكده. جه بقى موضوع الحج بقى ربنا يرحمه راح المستشفى وكده. فالحمد لله الحمد لله. وبرضو الناس برضو اللي كانت بتسألني شهد عملت ايه، الحمد لله شهد نجحت الحمد لله، ومجموعها جاب ثانوي عام الحمد لله بفضل الله، بدعاء حبايبي ليا وبدعاء ابويا وبدعاء عمي والحمد لله. بس ما طبعا ما عرفتش برضو، لان يوم ما الحاج خرج من الرعاية يوم نجاح شهد، يعني هو ده كان يوميها كده. بصوا بقى الشارع عندنا جميل ازاي، العيال بقى بيقعدوا كده ويفرشوا في الشارع ويقعدوا بقى يلعبوا. طبعا الاجازة بقى جت طبعا كده، فقاعدين بقى فرحانين في قلب الشارع. بطلع بقى الكبرتيات دي كده بحطها في الشمس بتشمس، علشان الكبرتيات دي بنتغطى بها يعني عشان التكييف بالليل وكده. فالايه الولاد يعني ما يبردوش وكده، بنتغطى بيها بالليل كده ايه عشان ما يسقعوش. بحطها بقى اقوم الصبح احطها ايه تشمس كده، تبقى يعني بتاخد يعني حاجة حلوة من الشمس. بس فهنا بقى كنت انا وشمس كده بقى والولاد عمالين بقى ايه نروق ونعمل وكده. ف يعني كان نشاط كده، قومي اتنشطي قومي اعملوا. فانا ان شاء الله هنزل لكم فيديوهات باذن الله، بمشيئة الله هنزل لكم فيديوهات. وان شاء الله يعني اللي جاي هيبقى جديد ان شاء الله كده في جديد ماشي. وهو ديني بقى بعمل اللي ربنا يقدرني عليه والباقي بقى على ربنا ان شاء الله، ثم عليكم بدعمكم بكلامكم الحلو اللي بيشجعني بكل حاجة بقى حلوة كده ان شاء الله. بصوا بقى بقيت عمالة بقى اروق هنا شوية وهنا شوية زي ما انتوا زي ما انتوا شايفين كده الفيديو. بصوا بقى عشان انا متلخبطة في الفيديوهات بقى، عشان انا متلخبطة. الفيديو دوت ما طلعش اللي احنا فيه غسلين في السجاد والستاير، الفيديو دوت كان روتين عادي ترويق عادي كده، مش اللي احنا غسلنا فيه السجاد والستاير. ده فيديو روتين عادي عشان تعرفوا بس ان انا معايا فيديوهات كتير اصلا ومتلخبطه. لما الفيديو دلوقتي بيسجل قدامي كده انا عرفت ان هو مش هو. يعني بنفض بقى الركنه تنفيذها. على فكره الكسوه دي
ما شاء الله خلت لي الركنه حلوه قوي وحمت لي الركنه، وكل اللي يشوفها يقول احنا مش مصدقين ان هي كسوه. يعني اللي يشوفها يقول احنا مش مصدقين ان هي كسوه خالص، يعني احنا بنحسبها ايه، بنحسبها الركنه بس، لا هي دي الكسوه. حمت لي بقى الركنه لان الركنه عندي فاتحه، عارفين اللي هي اللون دون فاتح، اسمه ايه، كشمير فاتح. فحمتها لي بقى بصراحه، يعني اخويا كل في الراحه في الجاي الركنه هتبوظ نعمل كسوه، لحد ما الحمد لله ربنا اراد وعملناها في العيد الصغير زي ما انتوا شفتوها. وعملت الكسوه رحمتني بصراحه كتير وحمتها كتير. وشالت بقى اي بهدله اي حاجه عليها. يعني شالت اي بهدله واي حاجه عليها كده. فانت لو عندك ركنه اعملي لها برضو كسوه، هيكون ايه، هترحم معاكي الركنه او الانتريه والحاجات دي، هتوفر معاكي والحاجه هتفضل نظيفه وجديده معاكي طبعا لحد ما اولادك الصغيرين ايه يكبروا. لان انت لو معاكي اطفال طبعا هيبهدلك الدنيا كده، ولما يكبروا بقى بقى شيلي الكسوه وسيبي الركنه ايه على طبيعتها كده، تبقى ايه حلوه برضو، بحيث ان انت تحافظي على الحاجه. يعني بحيث ان انت تحافظي بس على الحاجه كده تبقى شكلها حلو بعد كده. هنا بقى كانت شمس كده ايه بتشوف اي حاجه كده ورايا بتشيلها بايديها، وانا بقى كنت عماله اكنس كده زي ما انتوا شايفين. انا بقى بحب ايه اللي انا في يوم واحد اغسل واعمل محشي واروق الشقه وامسك العيله احميها، ببقى باجي بقى في اخر اليوم كده ببقى مرتاحه بقى، يعني ببقى حاسه براحه ايه، براحه نفسيه كده في اخر اليوم، بحس بقى الشقه نضيفه عيالي نضافه انا عملت اكله حلوه، ببقى مرتاحه بقى نفسيا. برضو حد زي كده ولا ايه؟ يعني ببقى مرتاحة نفسيا كده لما اعمل ده كله في يوم واحد. يعني حتى شهد بنتي وحماتي برضو بصراحة تقعد تقول لي ايه انتي بتجهدي نفسك في اليوم كله كده، اقول لها يا امي انا بحب كده، يعني انا بحب كله كده يبقى ايه في يوم واحد كده، اللي هو نغسل واعمل محشي واعمل مش عارفة ايه كده في يوم واحد. فببقى حاسه براحه كده، اجي بقى بالليل كده ابقى مرتاحه بقى، احس ان انا فعلا يعني اليوم ده تعبت فيه وعملت حاجه فيه كده ايه نشاط كده. بس وان شاء الله الفيديوهات الجايه باذن الله هطلع فيها برضو كل الناس حبايبي حماتي وحمايا واخواتي وكده باذن الله، فهنطلع في الفيديوهات بعد كده. وبالله عليكم الناس اللي هي بتبقى منافسنا دي بتتفرج على الفيديو بتعملش تعليق بتعملش لايك، تتفرج بس على الفيديو تيجي تقول لي يا اختي مش عارفه انت عملتي ايه، مش عارفه انت في ايه، ويقعدوا يتكلموا. يا تتفرجي على الفيديو وتعملي كومنت وتعليق وتعملي اشتراك، يا اما تخرجي من الفيديو، يا اما تقعديش تقولي انت مش عارفه عملتي ايه، انت سويتي ايه، انت جبتي ايه. هي مش بصي يعني هي بيقولوا كده مستكفيه، هي مش ناقصه. فسيبوا الملك للمالك، يعني احسن سيبوا الملك للمالك خلاص. بس فالحمد لله الحمد لله بدعمكم برضو، الناس اللي بتحبني، الناس اللي بتدعمني، الناس اللي بتقولي نزلي فيديوهات. ما تخليش الحزن يأثر عليكي، ما تخليش الزعل يأثر عليكي، ما تخليش اي حاجة تأثر عليكي. فانا ان شاء الله يعني بإذن الله هقاوم، وعمرك يا ابويا عمرك ما تتنسي ابدا، والله العظيم عمرك ما تتنسي. العمر كله في قلبي، العمر كله في عقلي، العمر كله في ذكرياتي. يكفى بس ان انت ميت كده قدام عينيا، يكفى ميت انت كده ميت على ايديا كده وايد اخواتي، ما متش في مستشفى او حاجه. يكفى ان انا كده بقيت واخدك في حضني كده، دي عندي تكفيني يعني. الحمد لله الحمد لله. فانا راضيه الحمد لله. كده بقى كنت خلصت الجزء اللي بره خالص، كنسته بقى ومسحته ونفضته وعملته، وكنت دخلت بقى المطبخ، حطيت شويه زيت كده على الفرخايه دي، كانت فرخايه محشيه، حطيت بقى عليها شويه زيت كده ماشي، واقوم ايه مدخلها الفرن، يعني مش هحمرها في الزيت او حاجه، ادخلها الفرن. مسكت بقى المطبخ واحده واحده كده، يعني ايه، بص انا لما بروق بمسك حاجه، يعني لما بنكت الشقه كلها بقوم جايه نكتها، بمسك مثلا اوضه الاطفال الاول لما انفضها وامسحها وبفرشهاش بقى، يعني بنفض بلمع بعمل الشباك، بسيب المسيح ده للاخر. اجي عند الركنه مثلا التانية الجزليه الصغيره القديمه دي برضو اقوم جايه نفس المسحاها ومنفضاها كده وفرشاها وسايباها. الفريزر نفس النظام، الركنه الكبيره اللي هي الجديده دي كده. بخش بقى ايه، اروح جايه داخله على اوضه النوم، اقوم جايه داخله على المطبخ، بسيب بقى للمسيح ده ايه في الاخر. نجيب بقى المسيح كده ونروح جايين ايه فرشين بقى اوضه. انما انا ما بحبش ايه اللي هو ايه افرش اوضه وامسحها، لان بمسح بالخرطوم، بقول بدل ما الميه تخش على السجاد او تغرق المكان تاني، لا بخلص كل الحاجات اللي فوق اللي هي العاليه، وبعد كده بقوم جايه ايه
عامله اللي هي ايه مسحه بقى وفرشه مره واحده. بخلي بقى الحمام ده للاخر، تعصبينه ايه للاخر كده، واقوم جايه بشهاده حمي اخواتها وتجيبهم لي ايه انا البسهم. فبلاقي بقى الدنيا ايه يعني رقت معايا واتظبطت معايا وكده. ففيديو بقى كله تشجيع كده وكله روتين وكله حماس. شجعوا، اتحمسوا، حبوا بعض، خافوا على بعض. إيه لو والدك لسه عايش ربنا يديله طولة العمر، روحوا اقعدوا معاه، اشبعوا منه، اشبعوا من امكم، اشبعوا من اخو من ابوكم، اشبعوا من اخواتكم، ما تخلوش حد يوقع ما بينكم. فهنا بقى كده كنت خلصت بقى، كانت الراحة بقى النفسية كده لما بلاقي بقى الدنيا كده برش بقى اللي هو المعطر الخوخ اللي هو في فريدة دون. بس بصراحة انا عندي اللي هو العود احلى من الخوخ والتوت والحاجات دي. بعشق ريحة العود، مع ان انا وشادي بنتي على طول بنتخانق معاه. وشغلت بقى التكييف كده، وبعديها بقى ايه رحنا قعدنا بقى هناكل. بصوا بقى بعطر بقى الحاجة كده، يعني بتبقى ريحتها حلوة، بتديكي بقى طاقة حلوة كده وتحسي ان انتي مرتاحة. حبوا بعض، خافوا على بعض، ودوا بعض، ما تخلوش حد يوقع ما بين الاخوات وبعضها، ما بتخلوش حد يوقع ما بين الاهل وبعضهم، ما لكوش بركة الا بعض. خافوا على بعض، ما حدش يزعل من حد، واللي زعلان من حد يقول للتاني انا مسامحك وزعلان منك عشان كذا. وهو ده الفيديو، يا رب يعجبكم، ومع السلامة وفي رعاية الله. ما تنسوش الدعاء لوالدي بالرحمة.